السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ جبت لكم طريقه عمل بوت، يعني بوت زي ما قلت لكم في قناه التليجرام. انا مش عايز اقول بوت ايه عشان الفيديو المره اللي فاتت الفيديو اتحذر. تمام. اللي احنا هنحتاجوها الباقوك في البوت ده هو الملفات، هتلاقيني سايبها لك برضو لينك التحميل مباشر. ولو بتواجهك اي مشكله في التحميل او في اي حاجه هتلاقيني سايب لك لينك فيديو في الوصف هيحل لك اي مشاكل او ايا كانت مشكله ايه. وانا يا اخوات طول ما انتوا بتقدروا معدتش هعمل اي برنامج بباص تاني، بس اهم حاجه تفعل. تمام. اول حاجه يا اخوات النهارده هتلاقوني سايب لكم، هتلاقيني الباقوك سايب لك لينك التحميل بتاع الملف دهوت، اسمه ملفات بوت مافيا. تمام. هتبدا تلاقي عندك حاجه، اول تطبيق دهوت وتاني ملف وتالت ملف. هنبدا اول حاجه هندخل على التليجرام. انت هتلاقيني سايب لك في التليجرام اللي هو البوت الاول والبوت التاني والموقع. هتبدأ تدخل على البوت الاول وهتدوس على كلمة بات اللي هي دي. تمام. وبعد كده هتدوس على الثلاث شرط اللي هما دولت، وبعد كده هتدوس على اول واحدة اللي هي من فوق خالص. تمام. وبعد كده هتبدأ تكتب اسم البوت. تكتب اي اسم البوت اللي انت عايزه. هنا هتبدأ تكتب اي كلام بالانجليزي كدهوت وارقام واي حاجة. تمام. وهتبدأ في الاخر تحط كلمة بوت وهتبعت تبعت. هتلاقي في رقم معاك هنا مكتوب يوز ذا توكن، مش عارف ايه توكن كده، اللي هو اوله 796. ده التوكن بتاع البوت. تمام. وهتبدأ تدوس على اللينك الازرق دوت كده اهو عشان نفعله البوت. باد ستارت، تبدأ تعمل للبوت ستارت. تمام. مفيش حاجة لسه اشتغلت معانا، يبقى احنا كده عملنا اول خطوة. هتيجي على تاني خطوة اللي هي البوت تاني، وهتبدأ تدوس على كلمة باد. تمام. وبعد كده هتبدأ تدوس على الثلاث شرط وبعدين على اول واحدة اللي هي دي، وبعدين هتاخد الرقم ده تدوس عليه هتلاقيه بيقول لك تم النسخ. تمام. هتبدأ تخش على الام تي وهتيجي على ملفات بوت مافيا دوت اللي انت هتحملها، وبعد كده هتيجي على اخر واحدة، اخر ملف اللي هو لونه ازرق. تلاقي عندك هنا مكتوب توكن وفي رقم كبير كده اهوت، هتبدأ تمسحه. تمام. هتبدأ تمسحه كده اهو. تبدأ قلب اخوك تمسح التوكن اللي محطوط كله كده، وهتبدأ تحط التوكن بتاع البوت بتاعك. ثواني. واللي تحتيها اللي هي اي دي هتبدأ تمسح الرقم وتحط الاي دي بتاع البوت بتاعك انت كده اهو. وبعد كده هتدوس على علامة الحفظ اللي فوق دي وهترجع لورا. هتلاقي في ملف ظهر كده اهوت، هتبدأ تدوس عليه وهتبدأ تعمل له ديليت. يبقى احنا كده خلصنا الخطوات دي، ما عادش الا خطوة واحدة. هتبدأ تيجي تخش على الموقع. تمام. وبعد ما الموقع ما يبدأ يفتح معاك بالشكل زي ما انت شايف كده اهوت، هتبدأ تنزل تحت. تمام. وهتبدأ تدوس على اول واحدة اللي هي اللي فوق دي، اول واحدة. هتصبر اما تحمل معاك، هتلاقيها بتيجي كده وبتحمل معاك. هتني صابر لحد ما تبدأ تحمل معاك. تمام. وبعد ما تبدأ تحمل معاك كده هتلاقي فيه سهم كدهوت، السهم ده هتبدأ تدوس عليه. تمام. هتلاقي عندك هنا في ملفات اهي، هتبدأ تدوس على الثلاث شرط وبعد كده على رسمة القنبلة اللي هي ديليت ديت هتبدأ تمسحها. وبرضه نفس الكلام هنا ده على الثلاث شرط وديليت. هتبدأ تمسح جميع الملفات دي كده اهو. تمام. وبعد كده هتدوس على علامة الزائد ديت اللي هي تحت خالص اللي هي مكتوب عليها فايلز، وبعد كده هتدوس اللي هي ابديت فايلز يعني ترفع ملف. تبدأ تدوس عليها ضغطة واحدة. تبدأ بقى هيجيب لك ملفات الجهاز، هتبدأ تختار عن ملفات
وبعد ما تبدأ تجيب الملفات هتبدأ تاخد اول ملف تدوس عليه، وبعد ما تبدأ تحط اول ملف ويجيلك بالواجهة دي كده اهوت، هتبدأ تحط تاني ملف نفس طريقة اول ملف، تبدأ تختار تاني ملف. تمام، هتلاقيه جه معاك برضو الاتنين الملفين كده اهوت يا اخويا. هتبدأ علامة العدسة اللي تحت ديت هتبدأ تدوس عليها كده اهو دوسة واحدة، وهتبدأ تدوس على آخر واحدة اللي هي اتنين واقفين في بعض دي آخر واحدة اللي تحت خالص اللي هي آخرها مع كلمة ويندو. وبعد ما تبدأ تدوس عليها هتلاقيه بيبدأ يحمل معاك كده اهو. لو جابلك الواجهة دي يبقى انت كده ماشي صح. هتصبر، هي هتاخد فترة لحد ما تحمل. تمام، وبعد ما تبدأ تحمل معاك هتلاقيها جايبالك الكلام ده اهو اللي هو تم تشغيل الأداة بواسطة الموتور البوت كده. دي الموتور بتاع البوت. هتبدأ تدوس على اللينك اللي فوق كده اهو عنوان البحث، وبعد كده هتبدأ تدوس على علامة النسخ ديت اللي هي كوبي وتاخد البتاع النسخ. تمام، وبعد كده هتبدأ تطلع من هنا. بعد ما تاخد الرابط الموقع النسخ هتبدأ تخش على الMT Manager. تمام، وبعد كده هتبدأ تنزل خالص تحت وهتيجي على ملفات بوت، وبعد كده هتعلى التطبيق بتاع الضحية اللي احنا هنبعته للضحية. تمام، وهتدوس على فيو وعلى أول ملف وعلى تاني ملف، لا على أول ملف وبعد كده على أول ملف، وبعد كده هتبدأ تمسح اللينك ده أو اللي هو من أول دهيت كده اهوت، تبدأ تمسحه كده اهو، وهتبدأ تحط اللينك اللي احنا أخدناه كده اهو. وعلى اللي فوق برضه هتبدأ تمسح اللينك اللي فوق كده اهوت، وهتبدأ تحط اللينك برضه اللي احنا أخدناه وتدوس سيف، وهترجع خطوتين لورا وتدوس اوكي وتحط علامة الصح لو ملقتهاش محطوطة، وهترجع كمان خطوة لورا وكمان خطوة لورا، وبس كده. ده التطبيق كده كل حاجة جاهزة معانا. ده التطبيق اللي انت هتبدأ تبعته للضحية. هتبدأ تثبته، وبعد ما تبدأ تثبت التطبيق ده التطبيق الملغم اللي احنا ربطناه بالبوت اللي انت هتبعته للضحية، تبدأ أول ما تبعته للضحية هيبدأ يفتحه عادي، هو مش هيشك في أي حاجة. عندك هنا بيقول لك نيكست التالي هيبدأ يجيب له الصلاحيات كده زي ما انت شايف. هيبدأ يعمل لكله سماح، انت تقنعه بقى. أول ما يبدأ يعمل لكل حاجة سماح البوت التطبيق هيبدأ يخرجه. هتيجي انت على البوت التليجرام. تمام، هتلاقي بقى جاب لك كل حاجة عن البتاع هنا اهو. هتلاقي البوت بيبدأ يقول لك مرحبا بك في بوت مطور البوت اهوت. تمام، وجاب لك بقى كل الرسائل اللي على الجهاز، وعندك هنا الأجهزة المتصلة اهيت وتنفيذ الأوامر بقى، وفي كل السحابات، وتكتشف بقى انت بأخوك. أنا بس مش عايز أطلع عليكم في الشرح أكتر من كده. وبس كده يا اخواتي، ده بيكون شرح النهارده. لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومتنساش يا قلب اخوك تحط لايك للفيديو. سلام.